مرحبا بكم في قناة ميمي. اليوم حنديرو صابلي او حلوى يعني جافة. تخدم فقط بالزيت. لهاد الوصفة يلزمنا 3 حبات بيض، يعني تقدروا تستخدموا 2 حبات. راح تخلطوهم مليح وتضيفوا لهم شوية تاع الملح. من بعد راح نضيف سكر كلاصي، قيس كاس كبير. بعد ما يذوب لنا كامل السكر راح نضيفو كاس تاع الزيت. من بعد راح ندير مغرف كبيرة تاع الفانيليا أو مغرف صغيرة، وراح نزيد قيس 3 مغارف كبار تاع المايزينا، والنصف الاخر اللي في الكاس راح نديرو مع الاخر في العجينه. راكم تشوفوا خليت نص كاس. راح نخلطو مليح. من بعد حنحكم الفارينه، نديرها في صفايه وندير لها باكي تاع خميره كيميائيه. راح نضيفو على الخليط الاول ونخلط مليح بالفوي، ونضيف تدريجيا الفارينة باش ما نوقعش في هذاك الخطأ اللي نزيد الفارينة حتى تولي لنا يابسه بزاف. نديرو بالعقل ونخلطو ونشوفو بيدينا. والعجين ما نعجنوش، لازم شغل ندخلو الفارينة في المواد الاخرى مي ما نعجنوهاش. هنا راني ضفت المايزينا اللي خليتها من قبل. يعني هنا سر هاد الحلوى في هاد الخطوة، يعني مع الاخر كامل ديري لها المايزينا وخليها ترتاح. هذا هو سر النجاح تاع صابلي الزيت. يعني راكم تشوفوا كترت لها بزاف خليتها جاريه وكترت لها المايزينا حنخليها ترتاح، نغطيها خليها ترتاح واحد من 5 ل10 دقائق. من بعد باش تبدا نحلها. كما راكم تشوفوا راني قسمتها على 2. راكم تشوفوا شحال طريه. درت المايزينا وراح نحلها فوق المايزينا، يعني ما نديروهاش الفارينه باسكو اذا درتو لها الفارينه راح تيبس. نحلها بالحلال وتكون رقيقه بزاف، يعني كما راكم تشوفوا في الفيديو راح تكون رقيقه، باسكو كون نديروها خشينه راح تتنفخ لنا ما تجيش شابه. ومن الافضل تكتروا المايزينا باسكو تلصق، باسكو قد ما ترقوها قد ما تبدا تلصق. هنا درت ليمون مدورين، درت لهم في المايزينا وراني نطبع هكذا ونديروهم في بلا يكونوا درنا له الفرينه. تقدروا تشكلوها بليمون اللي يكونوا عندكم، ماشي شرط هذا المول او هذا الطابع. دائما ديروا الفرينه في الطابع باش ما تلصقش. واذا شفتوها يعني لصقت، رفدوها بالموس. الموس ديروا فيه المايزينا ورفدوها بالموس.
انا درت بزاف اشكال، درت النوع هذا الدائري، درت النوع هذايا المربع، ودرت الوردة، ودرت الطابع تاع القلب. يعني هي عجينة واحدة تقدروا تشكلوا تنوعوا بها قد ما يعني قد ما تحبوا. وكي يبقاو لكم ريشو تاع دوب ديروهم تحت طرشونة باش ما يبسوش. نعودو نحلو كاري. هنا درتهم كاع في سنيوة، وهاكم تشوفوا كيفاش طابوا. ما تحمروهمش بزاف، ما تشعلوش عليهم الفوق، وقبل ما تدخلوهم الفرن تكونوا ديجا سخنتوا الفرن ديالكم. هنا راني درت حاولت حليت العجينه ودرت بالطابع تاع يعني ندير بالطابع تاع الورده. هنا راهيكم تشوفوا كيفاش طابت. اوبس، هنايا بيتيس ما تقولوا حتى لواحد. بال ما يطيبونا وخلوهم يبردوا مليح، حنديروا لهم المعجون بهذه الطريقه، وراح نزينوهم يعني كما تحبوا نتوما، يعني كل واحد والذوق ديالو. انا دوك نوريكم كيفاش زينتهم. نفس الشيء مع ال... الاشكال الاخرى. درت المعجون ودرت له هنا هذا الجلجلان، حمصته ودرته فوق الحلوى. راح تجي بزاف بنينه بالجلجلان، يعني عندها ذوق مميز. وراح نديروا لا جولي، تسخنوها شويه وديروا لها الملون الغذائي احمر وديروه فوقه. اما الكاري راح نديروهم نقسموها على 2، نديروا لها سكر غلاس من فوق، وراح نشبحوها بشوكولا. يعني الطريقه ديالكم كيما حبيتوا تشبحوا بها، ذوبوا الشوكولا وشبحوا بها الحلوى ديالكم. انا درت هاد الاشكال، يعني تقدروا ديروا اشكال مختلفه، ماشي لازم شكل معين. وراح تجي شابه بهم يعني كما راكم تشوفوا. ها الاشكال الاخيره ديالهم. ونشوفوا كيفاش نقسمها وكيفاش جات، يعني جات هايله، جات تشهي، تجي بنينه يعني. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله وتبعوا الخطوات مليح باش تنجحوا فيها.